بص يا سيدي، الزمالك هيلعب ماتش القمة. سيبك من الكلام ده كله وسيبك من الدوشة اللي احنا فيها دي. بس تعالى بقى نرجع خطوة لورا ونفكر بالعقل كده ونقول هو ليه اللي بيحصل ده. الزمالك والأهلي كل فريق منهم كل فترة بيحس إن هو مظلوم ومضطهد ومحتاج ياخد موقف قوي علشان ينفذ اللي في دماغه أو ينفذ اللي هو شايف إنه صح وفي مصلحة الفريق. طب ما تحطوا إيديكم أنتوا الاتنين في إيدين بعض وتصلحوا المنظومة اللي كلنا بالمناسبة أجمعنا إنها فاسدة وفاشلة ومفيش حد فيهم يستحق مكانه، وكل الناس اللي في المنظومة اللي مش فاسد فهو غير مؤهل لشغل المكان اللي هو بيشتغل فيه. فليه الاهلي والزمالك باعتبارهم اكبر فريقين في مصر واكبر فريقين في الشرق الاوسط واكبر فريقين في افريقيا واكبر شعبيه في البلد، ليه ما تضغطوش انتوا الاثنين علشان تصلحوا المنظومه؟ بمنتهى البساطه كده، الفرقتين واحنا كلنا عارفين انهم حاطين ملف الفساد والاخطاء الاداريه للمنظومه الكرويه على الرف. ليه بقى يا معلم؟ علشان في الوقت اللي شبه ده، في الوقت اللي الدنيا رايحه في داهيه في الفريق وفي النادي، اطلع الملف ده وابدا اضغط فيه واحول الضغط من عليا لاتحاد الكوره اللي ملوش صاحب بالمناسبه. اتحاد الكوره يستحق اللي هو فيه. ليه اتحاد الكوره او المنظومه كلها، الاتحاد بالرابطه، ليه يستحقوا اللي هم فيه؟ لانهم كان عندهم ألف فرصه انهم يحسنوا الوضع ويخلوا الوضع افضل، ولكن هم فرطوا في كل الفرص. الامر اللي بيخليني اشك في ذكائهم اكتر من اني اشك في ذمتهم، لان ببساطه الفساد بقى موجود في كل حته، لكن الغباء هو ده اللي بيتفرد بيه افراد المنظومه الكرويه المصريه. احنا عايزين ايه من الكوره في مصر؟ عايزينها صناعه وعايزينها مسابقات قويه تجيب اعلانات وتجيب رعاه من بره عشان تدخل دولارات. حلو قوي، نعمل ده. نعمله ازاي بقى؟ اكبر فرقتين يحطوا ايديهم في ايدين بعض ويجيبوا اتحاد كوره قوي ويجيبوا رابطه تقدر تدير مسابقه بشكل منتظم وقوي. اضغطوا في الاتجاه ده، لكن كل واحد فيكم بيحاول يطلع نفسه هو البريء الملاك والتاني الشيطان. لا طبعا، لا الاهلي شيطان ولا الزمالك ملاك، ولا الزمالك ملاك ولا الاهلي شيطان. دول فرقتين، منظومتين اداريتين، بشر بيغلطوا وبيعملوا حاجات صح، ولكن في الاخر خالص احنا اللي بناكل في بعض كجمهور. لو عايزين توقفوا الكلام ده صلحوا المنظومة، وعشان تصلحوا المنظومة حطوا ايديكم في ايدين بعض. غير كده كلام فارغ.